السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين يا رب. بصوا انا اقول لكم على حاجة. انا اليومين اللي فاتوا جيت ابص لقيت الشقة ما فيهاش اي حاجة حرفيا، يعني فضت لا طماطم ولا بطاطس ولا خضار ولا اي حاجة. فقلت لا بقى لازم ان انا النهارده كنت مكسلة بصراحة من الحر ومش عارفة وايه وكده. فقلت لا، هنزل بقى النهارده. كنت بقضيها لهم بقى يوم فراخ، يوم سمك كده يعني. آه، المهم بقى قلت لا خلاص بقى انزل النهارده كده. فصحيت بدري وقلت انزل بقى السوق كده واشوف انا محتاجه ايه. فانا هوريكم بقى اللي انا جبته النهارده واقول لكم على الاسعار بتاعتي. اول حاجه دي طماطم اهيت، اهي ديت الكيلو وربع ب10 اهوت. يعني حلوه مش وحشه يعني. اهي هي بتيجي الموسم بتاع العيد ده، فالطماطم بتغلى شويه. انا جبت ب 30 جنيه، جبت يعني حبه حلوين ب 30 جنيه اهمت. تمام. ده الطماطم اللي انا جبت عشان العيد، يعني جبت كتير علشان العيد وكده. وجبت كمان ده فلفل اخضر اهوت. ده الكيلو ب10. الفلفل ده الكيلو ب10. جبت كمان خيار. الكيلو ب15. انا جبت ب20 يعني عموما. تمام كده. اللي غالية بقى يا جماعة البطاطس. البطاطس غالية، يعني كيلو البطاطس ده ده كيلو بطاطس ب20 جنيه. ده كيلو بطاطس ب20 جنيه. مش عارفة هي غالية عندنا احنا بس ولا ايه. يعني شوف كيلو مفيهوش حاجة جبته ب20 جنيه. اه. وجبت كمان موز. الكيلو برضو ب20. وجبت خوخ اهو. جبت خوخ. الأسعار بتيجي قبل العيد كده وبتغلى شوية اهوت. جبت خوخ اهوت. مش فاكرة كمان كام الصراحة. بصوا بقى، لقيت في بطاطس تانية كده صغيرة شوية، يعني مش كبيرة زي اللي أنا جايبها، صغيرة بالحجم ده. ده جايبة الكيلو ب15 اهو. جبت منها 2 كيلو مع الكيلو اللي هو الكبير ده. ده انا كنت جايبه الكيلو ب20، وده جبت الكيلو ب15. جبت منهم 2 كيلو كمان. وجبت كمان البتنجان اهو. الكيلو ب15. كيلو ب15. غالي برضو يعني مش رخيص بصراحة. يعني الحاجات تعتبر يعني معقولة يعني. في حاجات معقولة وفي حاجات غالية مش كله. مش عارفة بقى الأسعار ده عندكم زينا كده ولا عندنا احنا بس، ولا ايه الأسعار دي؟ هي بتبقى يعني كل ما نقول لحد الحاجة غالية ليه يقولك علشان دخلة العيد، علشان دخلة العيد. قلت بالمرة بقى وانا هناك بدل ما اجي اشوف انا هطبخ قمت رايحة جايبة سمك اهو. اهو جبنا كمان سمك. قلت اشوي كمان النهاردة علشان ببقى طالعة من السوق هبطانة وكده. فقلت اجيب سمك ونشوي النهاردة وخلاص. بس وجبت لهم كمان يعني جبنة طعمية كمان للفطار. المهم يعني جبت طلبات شقتي كلها اللي هي تكفيني. بس وانا حبيت بقى اعمل لكم الفيديو ده واوريكم الاسعار واقول لكم على الاسعار عندنا في السوق عامله ازاي. بس ده فيديو بسيط كده عملته لكم. كل سنه وانتم طيبين.